في كل موقف بتفكر ترضي الناس قبل ما ترضي نفسك. تقول حاضر وانت مش مرتاح، توافق على حاجة مش مقتنع بيها، تسكت عشان ما تزعلش حد، تضغط على نفسك عشان ما يقولوش عنك أناني. بس الحقيقة إرضاء الناس المستمر بيهدمك من جوه، وبيخليك دايما تايه، مش عارف انت مين ولا عايز ايه. العواقب والسلبيات: التأثير السلبي النفسي، ضغط، قلق، ضعف ثقة، إحساس مستمر بالتناقض. الشخصي: فقدان الهوية، كبت رغباتك، لوم ذاتي متكرر. الاجتماعي: علاقات سطحية، استغلال من الآخرين، عدم احترام حدودك. المهني: حمل فوق طاقتك، خوف من الرفض، ضعف في اتخاذ القرار. المعتقدات الخاطئة: لازم أوافق عشان ما اخسرش حد، لو قلت لأ الناس هتزعل مني، أنا مسؤول عن مشاعر الناس. الطيبة تعني إني أضحي دايماً. ليه بنقع في فخ إرضاء الناس؟ الخوف من الرفض أو الهجر، تربية على الطاعة الزائدة أو الكبت، ربط القبول بإني أكون دايما متاح، شعور بالذنب لما نقول لأ. خطوات عملية تتحرر بيها من إرضاء الناس: قول لأ بدون شرح طويل، لأ جملة كاملة، ما تلزمكش تبرر كل قرار. هل بتعمل ده عن قناعة ولا عشان الناس تقول عنك حاجة معينة؟ دون أولوياتك، إيه اللي مهم ليك؟ إيه اللي بيخليك ترتاح؟ خليك صادق مع نفسك الأول. علاقات حقيقية بتقبل حدودك، اللي بيحبك بجد هيحترم لأ زي ما بيحب آه. ابدأ بخطوات بسيطة، ارفض حاجة صغيرة وشوف قد إيه هتحس بقوة بعد كده. اللي بيرضي الكل بينسى يرضي نفسه. قول لأ حتى لو صوتك بيرتعش. طيبتك مش معناها إنك تسكت على وجعك. الناس اللي بتحبك بجد هتحبك حتى لو اختلفت معاهم.